بدأت إدارة النادي الأهلي الاستعداد مبكراً للتعاقد مع لاعب أجنبي مميز ليكون بديلاً للمالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق، الذي أعلن مؤخراً عدم نيته تجديد عقده ورغبته في الانتقال إلى أحد الأندية الخارجية مع بداية الموسم المقبل. وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء أن إدارة النادي بدأت تجهيز قائمة من اللاعبين المرشحين للتعاقد السريع معهم فور انتهاء الموسم الحالي، لضمان انخراط البديل في فترة الإعداد للموسم الجديد والمشاركة في التدريبات مع الفريق منذ بدايتها. وأوضح المصدر أن هناك عدة خيارات مطروحة لتدعيم خط وسط الأهلي، على رأسها السنغالي لامين كامارا لاعب نهضة بركان المغربي، والإفواري عبد الرحمن كوناتي لاعب الترجي التونسي، والموريتاني ماتا ماجاسا لاعب زد، والإفواري موري توري لاعب غزل المحلة، بالإضافة إلى لاعبين آخرين من دوريات خارجية يجري جمع المعلومات عنهم حالياً لتقييم ملائمتهم للفريق.